لو محتارة جدًا في سبب تساقط شعرِك وعملتِ كل حاجة، اللي في الصورة ده ممكن يكون واحد من أهم أسباب تساقط شعرِك، وكمان القشرة الدهنية العنيدة اللي ما بتروحش مهما استخدمتِ علاج. العفن الأسود أو البلاك مولد يا جماعة اللي بيبقى موجود في الحمام بيأثر على الصحة والجهاز التنفسي والجهاز التناسلي والجهاز المناعي، وكمان بيعمل تساقط وعنيف في الشعر وبهتان وحبوب جامدة في البشرة. أول ما حد يلاقي في حمامه خصوصا الأدوار العالية خصوصا في المناطق الحارة اللي الرطوبة فيها مرتفعة لازم هيلاقي في شقته أو في حمامه بلاك مولد أو عفن بالطريقة دي. ده بيكون سبب رئيسي في معظم حساسيات الجسم المستمرة اللي مش بتتعالج مع الدواء، وحساسية في فروة الراس ينتج عنها إكزيما دهنية عنيدة. أنا عايزة أقول لكم إن كمان الفطريات دي أحيانا بتظهر في فرش السنان ومحدش بياخد اكشن وبيسيبوها. العلاج الوحيد والأول للفطريات السوداء مع تجربة منظفات كتير لسنين هو الخل المركز. هتمسكوا الخل وتكبوه على الكفر بتاع فرشة السنان وتفركوا الفطريات، بدل ما كانت هتبقى عنيدة ولازقة لا هتتغسل بسهولة. ولازم يبقى خل مركز مش مخفف بمية، وهترشوه على الأماكن اللي عليها فطريات، وهترشوه في كل الزوايا في البيت اللي فيها فطريات بنسبة 99.9% مش هيرجع تاني. لكن لو نضفتوه بأي طريقة تانية غير الخل المركز هيرجع تاني واحتمال أكتر من الأول.